يسعد اوقاتكم كل خير يا احلى متابعين. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بالف خير وانتم تشوفون فيديو اليوم. رجعنا وياكم فيديو كلش حلو، تحضيرات عيد ميلاد ميوس. راح نشارك وياكم كل التفاصيل هذا الفيديو وبعد فيديوهات قادمة، فخلوا لايك واشتركوا بالقناة حتى تشوفون كل الفيديوهات. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اول شي راح نبدي بيه هو شاورما الدجاج او الفاهيتا. هنا خليت عصير ليمون، عصير برتقالة، زيت زيتون وخل ابيض، وراح اخلي نص كوب حليب. كل المكونات كانت عبارة عن نص كوب نص كوب. ملعقة من معجون الطماطة، البهارات ملح وفلفل كركم وكاري شويونة، كزبرة وكمون وزنجبيل وقرفة، بودرة ثوم وبودرة بصل وثوم مثروم او مهروس كلش ناعم. راح نخلطهم كلهم سوا ونخليهم على صفحة. هنا عندنا الدجاج مذوبين، طبعا مرة بنقعه بملح وخل وشكر على مود يتخلص من كل الزفرة اللي بيه. قطعة أصغر شي نقدر عليها، وراح نضيف كمية البهارات، نخلطهم وياه كل زين ونتركه اليوم ثاني. طبعا كل هاي التحضيرات قبل بيوم. هذا شكله ترك التتبيلة، تاخذ الدجاج ياخذ طعم التتبيلة ويكون كلش طري. بهذا الوقت راح نحضر عجينة البيتزا او الفطائر الصغيرة. هنا خليت كيلوين من الطحين وياهم، ملعقة خميرة، ملعقتين سكر، ملعقتين ملح وحليب بودرة وزيت زيتون. كمية المي حسب نوع الطحين مالتكم ايش قد ياخذ مي. لا تقريبا ضفت 3 أكواب كبار من المي الدافي. نبدي نعجبهم إلى أن توصل لهذا الشكل الناعم. راح نغطيها ونتركها تختمر على راحتها، يعني ياخذ من عندي ساعة تقريبا. بعد الساعة راح يكون هذا شكلها. قطعتها قطع صغيرة حتى يسهل علي تشكيلها، وغطيتها حتى ما ينشف الوجه مالتها. نكون محضرين كل الصوص والحشوات. طبعا الكل يعرف يسوي بيتزا وأنا هواي مشاركتها وياكم، فاختصرت الموضوع. هنا عندي فلفل وزيتون والجبن أكيد وفطر. سويتها بالخضروات لأنه أكو لحم وأكو دجاج. الصوص عبارة عن معجون طماطم، ملح وفلفل وشوية كاتشب ويا نخففهم بمي، وأوريغانو وبهارات 7 بهارات، وهماتين أخلي وياه خاشوقة شكل على مود يكسر الحموضة. راح أشكلها بهذا الشكل صغير. نخلي الصوص، الفلفل، الزيتون والفطر، وآخر شي الجبن، وعلى الفرن إلى أن تستوي. طبعا الحشوة أنتوا تقدرون تغيروها حسب ما تحبون خضروات أو لحوم أو دجاج أو أي شي ثاني يعجبكم بالبيتزا. هذا الشكل. راح أتركها تبرد تماما وبعدين حرتبها وخليها بالثلاجة الباكر إذا الله راد. هنا صرنا يوم ثاني. عندي الكباب هماتين سويته البارحة، نسيت أصوره وياكم. خليت لحم مثروم وبصل بوتيتا وطماطة وفلفل أخضر، كله ثرمة وكرافس أكيد وكراث، كله مثروم على محضرات الطعام كلش ناعم حتى يكون ويانا بهذا الشكل. بهاراته عبارة عن ملح وفلفل وكركم و7 بهار. نضيف وياهم كمية الطحين ونخلطهم حتى نبدي نقلب. كل وصفاتنا صارت جاهزة، بما أنه صار الصبح فلازم نبدي نقليهم ونرتبهم ونحضرهم قبل العيد ميلاد كاملين. هنا قشرت البوتيتو وقطعتها فنجر ونقعتها بمي حتى ما تاخذ لون. خلصنا كل التجهيزات نروح للطباخ ونبدي نقلب. هذا الشكل بعد ما كل شي استوى. طبعا الشاورما نسيت أصور طريقة طبخها، هي مجرد طاوة كلش حارة على النار. نبدي نخلي وياها الشاورما شوية شوية إلى أن توصل لهذا اللون، نضيف عليها الفلفل وتكون جاهزة. وهذا شكلهم بالأخير. حشيت الكباب لفات والشاورما هماتين مجرد خليت وياهم بوتيتا. ولهنا فيديو اليوم. انتظروا الفيديوهات اللي جاية بيهم أفكار كلش حلوة. نشوفكم فيديو جديد ومع السلامة.